عطينا التعريف ديالكم اولا. مؤكد رشيد، امين مال فريق النصر الفاسي ورئيس لجنه التحكيم في الجامعه الملكيه المغربيه للريف. نعم. اشنو ممكن تقولنا على هذه المقابله اللي جرات؟ هذا دوري الصداقه اللي كيجمع ما بين النصر الفاسي المدينه المنظمه، فريق المنظم وفريق ليدوم ديال تماره وفريق ليبورن ديال الفريق الفرنسي، في اطار الشراكه اللي داروا ثلاثه الفرق. نعم. والتعريف بالريكبي فضلنا باش يكون الدور الاول في مدينه فاس، وبمناسبه عيد الشباب، احتفال الشعب المغربي عيد الشباب. نعم. وبهذه المناسبه فضلنا باش ننظموا هذا الدوري. نعم. هذه المناسبه الغاليه على جميع المغاربه. نعم. نظمنا هذا الدوري اللي تيجمع ما بين ثلاثه الفرق. نعم. ومع الاسف جات في عطله. نعم. ولكن ما بغيناش يجوز هذه الذكرى بلا ما ننظموا فيها هذا النشاط. هذا نعم. النشاط خاصه كره الريكبي. نعم. هذه الرياضه اللي ولات تعرف واحد الانتعاش هذه السنه. نعم. خاصه هذه السنه هذه. نعم. بالنسبه كاين مقابلات اخرى مبرمجين بالنسبه لرياضه الركبي هنا في فاس؟ بالنسبه لمدينه فاس على مستوى البطوله او على مستوى بالنسبه للبطوله الوطنيه ان شاء الله غادي تكون ابتداء من شهر 10. كيف كيعلم الجميع ان فريق النصر الفاسي فريق فتي حديث العهد بهذه البطوله. هذا 4 سنين باش تكون. بعد ما كنا في نادي الاتحاد الفاسي وخرجنا من الاتحاد الفاسي على اساس نديروا فريق اخر، لان في مدينه فاس كلها فيها طاقات، والاتحاد بوحدو ما كيستوعبش باش يهز هاد التلاميذ هكا. تبارك الله عندنا ما يزيد على 220 طفل. اذا كاين هناك مدرسه، اذا عندنا مدرسه كيف كتشوف دابا مباشره. راه عندنا لي بيلجاما بنات، وعندنا لي بيلجاما ولاد، وعندنا لي ميني ولاد، وعندنا لي ميني بنات، وعندنا لي كادي، وعندنا لي جينيور والسينيور ولاد 6، والسينيور ولاد والسينيور بنات في. نعم. في جميع لي كاتيجوري كنشاركوا الحمد لله. نعم. دابا وصلنا باش اللعاب ديالنا، اللعاب الكبير ديالنا ما بقاش ما فاتلوش لعب لا في اتحاد فاس ولا في جهه، ولاو عندنا طلعنا من المدرسه. نعم. هذا العام هذا لعبنا بالدراري في المدرسه. من احتى لجد الحمد لله. نعم. اذا شكرا سي رشيد، تبارك الله عليك.